عفياجي. انا لعيب كوره يا كابتن شوبير، مش بلطجي. لا ما لعيب كوره لكن لما يضيع حق فرقه 11 شهر تعبانه، 11 شهر فرقه عشان ضربه جزاء في الدقيقه 45 ولا 43 من الشوط الثاني مش صحيحه. لو صحيحه كنت قلت لك صحيحه وتتحسب ومبروك للناس اللي تصعد، لكن دي مش كوره. هي انت لسه بتتكلم على مصر ومش مصر والفلوس ومش الفلوس. ايه بقى مظبوط في مصر؟ ايه المظبوط في مصر؟ ايه الصح بقى في مصر؟ ايه الكوره؟ ولا كوره ولا حاجه بقت صح في مصر. كابتن مصطفى، اعتديت بالضرب على الحكم وعلى المساعد؟ لا اعتدي ازاي يعني؟ اعتدي بالضرب؟ الصور الكاميرات موجوده ومصوراك. اتفضل شوفها وشوف ضربه الجزاء كمان. ماليش دعوه يا كابتن بضربه الجزاء، انا ماليش دعوه بالقرارات الفنيه. مالكش دعوه بضربه الجزاء؟ طب ما شوف الحكم عمل ايه. يا كابتن، انا ما جيتش جنبه يا كابتن مصطفى بنالتي مش بنالتي، فيها شك فيها صح، دي مش قضيتنا. انا بتكلم دلوقتي على يعني ايه مش هو البرنامج برنامج رياضي ولا برنامج يا كابتن مصطفى إيه؟ يا حبيبي مش قضيتنا ان انا اقول ناس تحلل دي بعد كده صح ولا غلط. انا بتكلم في السلوك. حضرتك اعتديت ولا ما اعتديتش يا كابتن؟ لا ما اعتديتش، بس في السلوك لما تيجي تتكلم في الكوره اتكلم تعب 11 سنه يا كابتن شوبير. ماليش دعوه يا كابتن برضو. كل ده يا كابتن كل ده يا كابتن لما بنتكلم على تحليل فني. احنا النهارده تحليل فني يا كابتن يا كابتن مصطفى، قرار صح كابتن مصطفى يا كابتن مصطفى، في اتهام ليك انك تعديت بالضرب على الحكم والحكم المساعد وان الكاميرات مصوره. ده يا كابتن مصطفى الكاميرات اللي مصورت تجيبها لحضرتك، ولو انا اعتديت ماشي هتوقف، لكن انا ما اعتديتش. انا مش بلطجي يا كابتن شوبير. انا الحمد لله ليا اسمي وليا مجالي. طب ليه المراقب بتاع المباراه وليه مراقب الحكام اتهموك انت بالتحديد بالاعتداء على طاقم التحكيم يا كابتن مصطفى؟ هو اشمعنى انا؟ ده الدنيا كلها نزلت الملعب. هو اصلا الماتش مش بتاعنا، الماتش بتاع الرجاء. ماتش الرجاء مش يا كابتن مصطفى. ما سيبك من ماتش الرجاء ولا ماتش الترسانه ولا ماتش الاسماعيلي. اللي بيضرب ان شاء الله يكون الماتش بتاع المريخ. الحمد لله انا ما ضربتش. انت ما ضربتش؟ لا ما ضربتش طبعا. وشايف ان هم بيقولوا اخبار غير صحيحه على الاطلاق. طبعا حضرتك عندك شو، بس انا نفسي تشوف الماتش. 11 شهر تعب، 11 شهر لصالح مين؟ حكم ولا اسم ولا تاريخ؟ سؤالي يا كابتن. لا ده حكم كويس، طارق مجدي حكم كويس، بس عايز اسالك يا كابتن مصطفى. كابتن مصطفى كويس من وجهه نظر حضرتك انت. يا اخي انت هتقعد تعلمنا يا كابتن. شكرا يا كابتن مصطفى، مع السلامه. يلا مع السلامه. ده اكيد ضرب واكيد بلطج واكيد عمل كل حاجه الحقيقه. يعني لما يتكلم بالطريقه دي وبالاسلوب ده وعايز يكتسب بقى انه يعني حب الناس والناس في المحله يقابلوه، لا مش هيقابلوه بالاحضان، مش هيقابلوه بالاحضان خالص. الحاجات الفنيه دي نبقى نشوفها نحللها، لكن في اصول. في مدرب يبقى محترم، في مدرب يبقى قدوه بالنسبه للعيبه، في مدرب يبقى قدوه بالنسبه للجمهور. الماتش بتاع الرجاء، الماتش بتاع المريخ، الماتش بتاع بروسيا دورتموند، الماتش بتاع بايرن ميونخ، الحكم يبقى المدرب يبقى قدوه والحكم يبقى قدوه. والحكم ليه هيبقى ضده؟ ده السؤال. والحكم ده من الحكام الممتازين. طارق مجدي ده بالتحديد السنه دي عامل موسم هايل. النهارده يقول لك اصل الماتش مش بتاع، عشان الماتش مش بتاعي اروح اضربه.